السلام عليكم ورحمة الله. سيدتي أوانسي سادتي، أهلا بكم إلى هذه السلسلة الحوارية التي نخص بها الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء وفاء لقسم المسيرة، معالم التنمية في بلادنا من خلال عدة قطاعات. القطاع الفني واحد من التجليات التي عرفتها 50 سنة من التنمية، 50 سنة من التنمية الفنية الإبداعية. لمقاربة هذه اللحظة التاريخية فنيا، سعيد جدا أن أستقبل في هذه السلسلة الحوارية الصديق العزيز حسن الساحلي، واحد من الأصوات الجميلة المغربية التي واكبته باقتدار هذه 50 سنة بما لها من إنجازات فنية ابتداء من المسيرة الخضراء. سي حسن أهلا وسهلا. يا مرحبا. اش اخبارك؟ الحمد لله. اش كتعاود؟ اللهم الحمد. كل شيء مزيان، كل شيء بخير. كي دازت 50 سنه ديال المسيره سي حسن؟ ايوا المسيره في البدايه ديالها كانت عندنا في البدايه ديال 75. نعم. كنت حين ذاك حضرتي هذه اللحظه سي لا حسن؟ لان كان عمري 18 سنه يعني نعم. في عز الشباب. كان الشعب راينا وارتأينا بعيوننا، كان الشعب متضامنا مع نعم. القضيه الوطنية الطرف. نعم. تضامنا قل نظيره في العالم. نعم. نعم. المسيرة جات بأعمال فنية خالدة. كيفاش كانت الحركة الفنية سي حسن في هذاك ابتداء من المسيرة الخضراء أو الإنجازات الفنية اللي عرفتها المسيرة الخضراء؟ كان هناك عدة إنجازات. نعم. على الأطح كان هناك تحسيس بالقضية من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فانطلق الشعراء والججالين نعم. بكتابة ملاحم لكتاباتهم، وأخذها الملحنون فصقلها، وأبدع المغنيون في الملحمة قل نظيرها في ذاك الوقت. نعم. على رأسك النداء الحسن، كانت واحد من الأغاني الخالدة إلى جانب واحد العدد كبير من الأعمال. اللحظة ديال المسيرة تلتها سنوات الاحتفاء بالذكرى ديال المسيرة، وفي كل سنة كان الشاعر المغربي والمغني المغربي والملحن المغربي يبدع. سي حسن، في كل سنة كيفاش كنت كتشوف عيد المسيرة؟ عيد المسيرة كل واحد كيحتفل به وكيتذكر واحد الذكرى عظيمة. نعم. ذكرى غالية على كل الشعب المغربي، وكنا نعيشها بأرواحنا. نعم. وكنا نردد دائما نداء الحسن أو الأغنية ديال عبد الهادي بالخياط، يا عيد الصحراء يا عيد. فأبدعوا يعني الملحنين أبدعوا، وكانت الكلمات رنانة، كلمات يعني جميلة جدا في ذاك الوقت. إلى أي حد الأغنية المغربية الوطنية وتقات للحظة الوطنية خاصة عيد المسيرة سي حسن؟ فبالنسبة للتوثيق وبالنسبة لها كان رائع، وكانت المسيرة يعني حتى كانت الأغنية توثق الأحداث. ضروري توثق لحظة بلحظة. نعم. لأن من اللي ذكر المرحوم الحسن الثاني أعلن عن ستقوم المسيرة إن شاء الله، وبعد إعطاء الانطلاق لها فكانت هناك هبة شعبية لمن الشعب المغربي يتشجلون لكي يذهبوا إلى الصحراء. نعم. وكان الملحنون يبدعون والشعراء والججالون، فكانت هناك كثرة من الألحان والكلمات، وكنا نردد بعضها اللي كانت عزيزة على القلب كنداء الحسن وكيا عيد الصحراء يا عيد لعبد الهادي بالخياط. كانت كذلك الأجواق الجهوية إلى جانب الجوق الوطني والجوق الملكي، كانوا الوعاء لاحتضان هذه الأعمال الفنية. هذه التنمية الفنية سي حسن، لحظة ديال المسيرة كيف كنتي كتعيشها في كل حلول عيد المسيرة؟ كان عيد كبير. بعد الأحيان كنا لدينا جمعية ثقافية فنية. نعم. نحيو السهرة إما في قاعة بوحنيني أو بالمسرح أو بقاعة سمية، نحيو الذكرى بكل جد ونشاط إنسان. وهذا فأحيينا عدة سهرات بالمناسبة تدوم أسبوع. نعم. نعم. تدوم أسبوع ونردد الأغاني
التي نالت الإعجاب لجميع الشعب المغربي وهذا الخصوص. كان عندك شي عمل فني سي حسن في هذا الباب ديال المسيره كنت الخضراء؟ قمت بعمل ولكن لم أسجله. هذا هو مازال موجود. هو مازال موجود، نعم. ان شاء الله يرى النور قريبا باذن الله. ان شاء الله. نعم نعم. حاليا سي حسن مع الثوره التكنولوجيه كذلك ربما التواجد الاستوديوهات، واش سهلت شي شويه المأموريه ديال الابداع خاصه الوطني؟ ويعني ولات سهوله، لان كان في الماضي كان استوديوهات الجهويه كانت عندها تراكم. نعم. المغنيين وتراكم الاعمال، فما كنت لم تستطيع انذاك انت يعني انت تستوعب كل نعم انت تنال حظك في صعيب. نعم كان صعيب جدا. كان صعيب. اما الان تطور التكنولوجيا فتسجل في جميع الاستوديوهات موجودين الحمد لله بكثره، تسجيل وتقوم بإعطاء العمل إلى الإذاعة الوطنية. بقت عملية الجودة ربما اللي مطرحها شوية المشكلة. هذا مشكل لأن الجودة قلت شوية ياك، قليلة جدا، ماشي شوية، قليلة جدا. هذا هو المشكل. قسم المسيرة وفاء لروح هذا القسم، وأيضا اعترافا وعرفانا مبدع مسيرة الخضراء الراحل الحسن الثاني، وتضامنا مع الاستمرارية في شخص جلالة الملك محمد السادس. سي حسن، إلى بغينا نسمعوا شي مقطع من شي أغنية خالدة بالنسبة لك وبالنسبة للشعب المغربي آنذاك. إن شاء الله نبدأ عن القطعة الوطنية ديال الأستاذ والصوت الرخم عبد الهادي بن الخياط. يا عيد الصحراء يا عيد. يا عيد الصحراء يا عيد، يا عيد صحراء يا عيد، يا عيد صحراء يا عيد، عقبالك يوم سعيد. يا عيد الصحراء يا عيد، يا عيد صحراء يا عيد، يا عيد صحراء يا عيد، عقبالك يوم سعيد. جت بسلام للعالي مقام العيد وأجمل هدية. جت بسلام للعالي مقام العيد وأجمل هدية. جات تقول له احنا في عارك لا تنسانا راه دارك. جات تقول له احنا في عارك لا تنسانا راه دارك. من كل حبة زكية لعرشك الغالي تحية. يا عيد صحراء يا عيد، يا عيد صحراء يا عيد. الله يحفظك سي حسن، شكرا جزيلا. لا شكرا. ونتمنى أننا نتلاقوا بك في فرص أخرى إن شاء الله وفي أعياد أخرى إن شاء لكن الله المناسبة شرط. اليوم هي الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء التي نحتفي بها تحت شعار المسيرة الخضراء 50 عاما من التنمية في مسار ملكين وشعب. فإلى ضيف آخر من ضيوف هذه السلسلة الحوارية التي نحتفي بها على منصتنا بشبكة مواقع التواصل الاجتماعي. إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء.